نقدم لكم في هذا المقطع أهم المشاريع ربحية للمزارعين في الجزائر، وهي تربية الأغنام والماعز. يعتبر قطاع تربية الأغنام والماعز من أهم القطاعات الزراعية في الجزائر، حيث يوجد طلب مستدام على منتجات اللحوم والحليب. يمكن توجيه الاستثمار نحو تربية سلالات محلية متكيفة مع ظروف البيئة المحلية، مع الاهتمام بجودة التغذية ورعاية الحيوانات. تربية الدواجن. يمكن أن تكون تربية الدواجن مثل الدجاج والبط والأرانب فرصة مربحة في الجزائر، حيث يوجد طلب متزايد على منتجات الدواجن. يمكن توجيه الاستثمار نحو تكنولوجيا الإنتاج المتقدمة والإدارة الجيدة لتحقيق أقصى استفادة من العملية. تربية البقر. تعتبر تربية البقر فرصة للاستثمار في قطاع اللحوم والحليب، خاصة في المناطق الريفية. يمكن توجيه الاستثمار نحو تربية سلالات مربحة من البقر وتحسين الإدارة الصحية والتغذية. تربية الأرانب. يمكن أن تكون تربية الأرانب فرصة صغيرة الحجم وسهلة الإدارة في الجزائر، حيث يوجد طلب على لحم الأرانب في الأسواق المحلية. يمكن تربية الأرانب بتكاليف منخفضة وفي مساحات صغيرة، مما يجعلها خياراً مربحاً للمربين الذين يبحثون عن مشروع صغير الحجم وسهل الإدارة. تربية النحل. يعتبر قطاع تربية النحل فرصة مربحة في الجزائر، حيث يمكن الاستفادة من مصادر الرحيق والمواقع الطبيعية الخاصة بالنحل. يمكن أن تكون إنتاج العسل ومنتجات النحل الأخرى مصدراً للدخل الإضافي والتصدير. يجب أن يتم اختيار المشروع الأكثر ربحية بناءً على عدة عوامل مثل الطلب في السوق المحلية والدولية، تكاليف الإنتاج والإدارة، ومتطلبات الرعاية الصحية والتغذية للماشية. من الضروري أن يتم دراسة السوق والطلب المحلي بعناية وإعداد دراسة جدوى اقتصادية قبل البدء في أي مشروع تربية ناشية في الجزائر أو في أي مكان آخر.